أماني حاتم عبد الله العبيدي. بداية أني البكالوريوس هندسة تقنيات وقود وطاقة، من بعدها كملت الماجستير في تخصص هندسة الحراريات ميكانيك. بداية تدريسي كان في كلية الهندسة جامعة كركوك. كنت هناك أدرس مواد الهيت ترانسفير ومواد النفطية، مواد التخصص الخاصة بهندسة النفط. وبعدها درست في الجامعة التقنية الشمالية في هندسة الغاز، كلية الغاز والنفط وقسم ميكانيكا القوى. وكنت أيضا أدرس من ضمن الاختصاص اللي هو الهيت ترانسفير والفلويد والثرمودايناميك، حاسبة والرياضيات وعدة مواد أخرى. وكنت أشرف على طلاب البكالوريوس للدراسة المسائية. طبعا البحث السابق اللي عملته أني قبل عدة سنين وحصلت على براءة اختراع من خلاله اللي يخص الطاقة المتجددة، وإنه نستثمر الطاقة النظيفة في سبيل التقليل من التلوثات اللي حاصلة الآن. فالحمد لله إنه هاي البحوث جابت نتيجة على محافظة كركوك والعراق كاملة. شركة نفط الشمال من المبادرين الأوائل انه بدأوا يبلشون انه يستثمرون الطاقة المتجددة. عندنا عدة اقسام استخدمت الطاقات الشمسية واستغنت عن استخدام الغاز والمواد الملوثة، حتى نوصل للنتيجة انه نقلل من الانبعاثات الكربونية والتلوثات الحاصلة، باعتبار احنا القطاع النفطي اغلب الملوثات نتيجة منا تكون. فاحنا لازم نكون المبادرين الاوائل انه نحسن الجو. طبعا احنا الطموحات نربطها ويا مجال عملنا، انه يصير تطوير وتوعية بما يخص هذا المجال، وايضا انه اني ادعم الفئات اللي تجي، انه من ناحية ادس كوادر معينة، انه اعلمهم على هذا الشيء، انه هذا بفائدة التطبيق العملي. رسالتي المفروض نكون كلنا ايد وحده، الجميع المفروض يكون مساهم وفعال. محافظتنا الحبيبه محافظه كركوك من ناحيه التلوثات، طبعا الندوه اللي عملتها كان جزء منها التلوثات، رمي النفايات. المفروض يصير اكو وعي والكل يكون محب لبلده ومحب لمحافظته، ايد وحده ما تصفق، لازم الكل يساند من ناحيه النفايات، من ناحيه اي شيء يحسن لازم احنا نسعى نسوي به الكل المفروض يعني. وإن شاء الله توصل الرسالة إن شاء الله.